الفريقين في 52 مباراة، سجل الريال 442 هدف وسجل برشلونة 436 هدف. تاريخ مواجهات كاس السوبر اللي النهارده بصدده، يمكن دي لعبنا 18 مباراه، ودي يمكن المباراه رقم 19 بين برشلونه وريال مدريد او ريال مدريد وبرشلونه. فاز الريال في 10 مواجهات وفاز برشلونه في 6 مواجهات. اذا طبعا الفوز الاكبر للريال اللي فاز 10 وبرشلونه فاز 6، والتعادل كان في 2. سجل الريال 40 هدف فيما سجل برشلونه 29 هدف. طب الهدافين التاريخيين لمباراه الكلاسيكو بصفه عامه في مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ما ننساش يا جماعة نعمل متابعة للقناة علشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المتابعين والمشاهدين. الهداف التاريخي لمباراة الكلاسيكو طبعا هنلاقي ميسي، يعني هو الهداف الأسطوري لمباريات ريال مدريد وبرشلونة، جاب 26 هدف. على طول بعده طبعا الثنائي دي ستيفانو، طبعا النجم الكبير نجم ريال مدريد السابق، وكريستيانو رونالدو، طبعا كل منهم جاب 18 هدف. وطبعا الثالث هو كريم بنزيما اللي جاب 16 هدف. إذا ده الهدافين التاريخيين لمباراة الكلاسيكو. ما ننساش يا جماعة رقم خاص